السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم في الفيديو دوت الرز بلبن بالتكات اللي تخلي القوام معاكي كريمي، وكمان الوش مكرمش والطعم رائع زي اللي انت بتجيبيه من بره والله، واحسن كمان. هنعمله مع بعض في البيت بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة، وهنشوف ازاي نطلع كمية حلوة ومعقولة من الاتنين كيلو لبن. وكمان زي ما انتوا شايفين القوام رائع والطعم اروع واروع. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد باذن الله. ويلا مع بعض نعمل الفيديو ونشوف عملناه ازاي. معايا كوباية من الرز البلدي المغسول كويس. كل كيلو من اللبن عليه نص كوباية من الرز. كوباية اللبن هنزل عليها بكوبايتين من المية، هسويه كويس. على فكرة انا احتجت بعد كده في تسويته نص كوباية كمان، وده بيتوقف على حسب نوعية الرز بتاعك. اهم حاجة تكون الرزاية مستوية كويس جدا، ما بتندخش معاكي، لان ده ممكن يبوظ طعم الرز بلبن. كوباية اللبن على كوباية الرز على 2 كيلو اللبن، القوام بتاعه بيبقى ممتاز. شايفين القشطة بتاعة اللبن؟ لازم اللبن يكون كامل الدسم عشان يدي الطعم اللي احنا عاوزينه. هقلب اللبن مع الرز حوالي ربع ساعة، تقليب بصورة مستمرة زي ما احنا شايفين. هنقلب الرز بتاعنا في اللبن كويس جدا طول فترة ربع ساعة. هيكون ايدينا في اللبن بتقلبه بصورة مستمرة. بعد كده هنزل بأربع معالق كبار من الكريم شانتيه، بيديله طعم رائع. على كل كيلو لبن معلقتين من الكريم شانتيه. امشوا معايا بنفس المقادير دي هتاخدوا نتيجة ممتازة. كل كيلو لبن عليه نص كوباية من الرز، عليه معلقتين من الكريم شانتيه، وهنزل بمعلقة من الزبدة، معلقة كبيرة من الزبدة، أو بوش لبن يكون عندك قبل كده. ما عندكيش وش لبن او مش مجمعه وش من لبن قبل كده، حطي معلقه الزبده وانزلي بالسكر زي ما انتي عاوزه. ومعايا نص كوبايه من اللبن، انا حجزاهم من الاتنين كيلو. هنزل فيهم باربع معالق كبار من النشا. كل كيلو من اللبن معلقتين كبار مليانين من النشا، واقلبهم في اللبن على البارد. ممكن تحتاجي نشا، معلقة نشا كمان، وممكن لأ، حسب نوعية برضو النشا ونوعية الرز اللي انتي مستعملاه. هنزل باللبن اللي متدوب في النشا واحدة واحدة معايا كده، وهقلبه لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. المقادير دي 10/10 بجد ممتازة، وبتدي نتيجة ممتازة، وقوام هنشوفه حالا رائع. هنزل بنقطتين من الفانيليا او بباكو من الفانيليا البودر، وهفضل اقلب. اهو الرز بلبن قلب معايا، وكمان مسك، والقوام بتاعه ممتاز. هغرفه في الاطباق. هسيب الاطباق لغاية ما تبرد تماما، مش هحاول اغطيها الا لما تبرد معايا.
الاطباق بتاعتي ديت بغطيان. لو انت ما عندكيش اطباق بغطيان، اغرفيهم في اي اطباق عادي وغطيهم بستريتش بس لما يبردوا، وبعد كده حطيهم في التلاجة. ولما يخرجوا زوقيهم زي ما انت عاوزة، بجوز الهند والزبيب او بالمكسرات، دي حاجة ترجع لك زي ما تحبي. اهم حاجة الرز بلبن نفسه القوام كريمي، والوش عندك مكرمش زي اللي انت بتجيبيه من بره، والطعم رائع في الدسامة اللي مطلوبة زي ما احنا، او التكات اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو. يا ريت ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، واشوفك على الف خير في الفيديو الجاي. مع السلامة يا حبايبي، مع الف سلامة. السلام عليكم.